صوت الصحافة، نبض الخبر. كشف النجم البرازيلي رافينيا جناح نادي برشلونة عن حقيقة الأنباء التي ترددت حول رحيله الوشيك عن الفريق في الصيف المقبل رغم تجديد عقده مؤخرا حتى عام 2028. وتأتي هذه الشائعات بعد تقارير صحفية أفادت باستعداد النادي الكتالوني لتلقي عرض سعودي ضخم يقترب من 90 مليون يورو في صفقة يحتمل أن يديرها وكيل الأعمال بيني زهافي، وذلك في ظل سعي النادي لجمع سيولة مالية رغم عدم إدراج لاعب السامبا ضمن قائمة المغادرين الرسمية. وفي مقابلة مع شبكة ESPN انتقد رافينيا بشدة التكهنات المستمرة بشأن مستقبله، واصفا إياها بالأكاذيب التي تنشرها بعض وسائل الإعلام. وأعرب اللاعب عن غضبه من الصحفيين الذين يدعون عقده اجتماعات مع الإدارة للتعبير عن تردده في البقاء، مؤكدا أن كل ما يشاع ليس له صلة بالواقع. ويثبت رافينيا قيمته الفنية من خلال أرقامه المميزة، حيث ساهم هذا الموسم ب19 هدفا و7 تمريرات حاسمة خلال 31 مباراة، مواصلا تألقه الذي بدأه في الموسم الماضي. وعلى صعيد الطموحات أبدى النجم البرازيلي حماسه الكبير لحسم لقب الدوري الإسباني أمام الغريم التقليدي ريال مدريد يوم الأحد المقبل، وأوضح أن الفوز باللقب هو الهدف الأسمى لديه بغض النظر عن المنافس، لكنه أقر بأن الانتصار على الملكي يمنح البطولة مذاقا خاصا للجماهير ولتاريخ النادي، مختتما حديثه بتأكيد تركيزه التام على تحقيق هذا الإنجاز مع البلوغرانا. صوت الصحافة، نبض الخبر.